ويوقف التلوث البيئي وحل مشاكل مع عمر الإنسان قدر يوصل للحل ديالها. ولكن كاين اللي شايف الصورة بشكل آخر. شنو يوقع إلى ال AI يقرر واحد النهار يدير شي حاجة ماشي في الصالح ديالنا، ماشي لأنه كيكره الإنسان، ولكن لأنه عقل مختلف عنده أهداف مختلفة. واش غادي نقدروا نحبسوا منظومة كتفكر أسرع منا ملايين المرات؟ واش غادي نبقاو نفهموا كيفاش كتاخذ القرارات، ولا غادي نوليو مجرد متفرجين على مستقبل كيتكتب بلا ما نكونوا حنا هما صناع القرار ديالو؟ التخوف الكبير هو فقدان السيطرة. فاش الذكاء الاصطناعي كيولي أقوى من الإنسان في الفهم، في الحساب، في التخطيط، غادي يجي نهار اللي فيه القرارات التقنية، السياسية، الاقتصادية وحتى العسكرية يقدر يتخذها بدون استشارة من البشر. وفاش كيكون العقل اللي قدامك أذكى منك بدرجات ما يمكنش ليك تخيلها، المعادلة كتبدل وموازين القوة كتقلب رأسا على عقب. ولكن أجي نشوف الموضوع من جهة أخرى باش ما تكونش الفكرة كلها نقطة سوداء. نقطة تفرد تقدر تكون بداية حقبة جديدة في التاريخ، حقبة اللي فيها الإنسانية وآلات خارقة الذكاء كيخدموا جنب إلى جنب، كتعالج أمراض قاتلة، كتصوب مدن متطورة، وكتعيش حياة ما كانش حتى الخيال العلمي يقدر يتصورها. إذا من بعد هادشي كامل خصنا نعرفوا أنه المستقبل غادي يتقرر حسب الطريقة اللي غادي نتعاملوا بها اليوم مع التكنولوجيا. واش غادي نقدروا نرسموا قوانين صارمة حدوا حدود، ولا غادي نخليو التطور يجري بدون مراقبة؟ ولكن وسط هذه الأسئلة كلها كاين سؤال واحد اللي باقي بدون جواب: واش الإنسان فعلا مستعد يوصل لهذيك اللحظة اللي ما غاديش يبقى فيها هو أذكى كائن فوق الأرض؟ واش مستعدين نعطيو الكون لعقل آخر هو اللي يسيره؟ العلماء دائما كيجاوبوا بجملة واحدة لحد الآن: نقطة التفرد ماشي مسألة ديال الواش، ولكن مسألة ديال فاش. وملي غادي توصل هذيك النقطة، هذيك اللحظة، تما غادي يتغير كل شيء.